ابا انا عايز اتجوز. أخي العزيز، مواطن الشارع البسيط، عايز تتجوز؟ شايفك متفائل ومقبل على الحياة الأسرية وعندك طموح كده ومش همك. تعال أقولك كام حاجة أنت هتكون مطالب بيها من بداية تعرف العيلتين على بعض لحد النهاية السعيدة. طبعا ولتغير ما في هرموناتك ولغيبة عقلك لبعض الوقت، بتكون عامل زي القط الذكر في موسم التزاوج، يعني مودك مش مظبوط وبتفرق كتير وانت نايم. نعدي النقطة دي. فبتقول لوالدك ابا انا عايز اتجوز، تعرف البنت سعديه. وبعد تحديد الميعاد مع أهلها، وبتسيب طبعا عقلك في البيت وبتروح تتقدم، فتلاقي والدها داخل في حياتك جامد جدا وبيطلب منك شوية طلبات مش هيطلبها ساحر بيعمل أعمال. انا مش ساحرة ولا انت جاي يا عمر افندي؟ وتلاقيه ماسك على نبرة أنا بنتي لازم تعيش في نفس المستوى اللي أنا معيشها فيه، يعني شقة تمليك ومهر وشبكة وعربية دفع رباعي وقائمة منقولات وتنين مجنح وجزيرة في جزر المالديف. وطبعا سيادتك عشان سايب عقلك بتهز راسك بالموافقة وخلاص، وبتكون فرحان قوي قوي. يبقى 3000 جنيه مهر والشبكه والبيت وعبد الحليم حافظ يرقص في الفرح. حلاوتك يابا، حلاوه امك. طبعا بعد سنة خطوبة و10,000 دبدوب وأغنية من نوعية حافية القدمين، تنسى تخدر عقلك ويرجع لك بقوة ويتفاجئ انك خطبت ومقلتلوش. وتزيد الفجأة لما تعرف ان ابو نواف ابن خالتها رجع من الكويت، وتحصل بقى المقارنة بينك وبين ابو نواف عشان انت مش عارف لسه تجيب الجزيرة اللي في جزر المالديف، وتلاقيها بتصطنع معاك اي خناقة بعد الشبكة اللي انت جبتها. هوبا تلاقيها فجأة بتعزمك على فرحها وبتقولك هارد لك على الشبكة اللي انت جبتها، وتلاقي نفسك بتسمع أغنية اعذريني يوم زفافك ما قدرتش افرح زيهم، ما خطرش ابدا يوم في بالي ان ابقى واحد من حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم. صديقي العزيز، أرجوك ابعد عن الأب التاجر، هما مش كتير بس موجودين. صديقي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرهن بركة أقلهن مهرا.